احتراما لكل الجمع الغفير ده من القامات الناس المحترمين، سواء زملائي من السادة الوزراء اللي مشرفينا، أو يعني مش هنقول بقى حزب الجبهة اللاتس، لكن في كوكبة كبيرة من مجلس نواب مصر، سواء من حزب الجبهة، من حزب مستقبل وطن، من كل الأحزاب اللي موجودة. فأنا طبعا ليا الشرف ان انا ابقى موجود في وسط كل هذه الكوكبه المحترمه، ومفيش حد ما يقدرش يلبي دعوه من الدكتور عاصم الجزار، فجينا جري يعني. ربنا يكرمك. انا بس عندي تعليق وكل الناس هتوافقنا عليه في كلام زميلي وصديقي احمد كوجك وزير الماليه. احنا طبعا لازم نركز على التجاره وعلى الصناعه وعلى السياحه وعلى الصحه والتعليم، ولكن بقول له تاني وتالت ورابع: مفيش تجارة ولا سياحة ولا صناعة ولا تجارة من غير وسائل نقل. هتروح ازاي المينا من غير قطر سريع ومن غير قطر ديزل ومن غير طريق؟ هتروح ازاي مصنعك من غير وسيلة مواصلات او وسيلة نقل جماعي توديك؟ هتجيب السياحة ازاي وتحركها في مصر في كل المناطق السياحية من غير وسائل نقل؟ فما تنساش الكلام ده، عشان الكلام ده يعني كلام خطير جدا والله. انا بس عايز اقول ان الازمة اللي احنا فيها دلوقتي ليها مش الموانئ فقط، ليها آثار سلبية بلا شك على كل وسائل النقل، مش على اللي هي جزء من اقتصاد مصر يعني. وفي حاجات ظهرت لنا من هذه الأزمة لازم نركز عليها ونخلصها بسرعة، وفي آثار إيجابية. هتقول لي هو في حرب لها تأثير إيجابي؟ هقول لك إحنا علينا بالتحديد على الأقل تخلينا يعني تحفزنا إن إحنا نخلص مشروعاتنا اللي ممكن ما تخلينا نتغلب عن الآثار السلبية اللي نتجت عن هذه الحرب. الآثار السلبية بلا شك الموانئ بتاعتنا وخاصة البحر الأحمر اتأثرت شوية، لأن احنا الحمد لله موانئنا دلوقتي لا تعتمد فقط على الاستيراد والتصدير وحتى الترانزيت، لا، موانئنا بتعتمد على استيراد وتصدير وترانزيت وخدمة السفن، وده موضوع مهم جدا. خدمة تموين السفن وخدمة جمع المخلفات وخدمة إصلاح والكلام ده. لو ما فيش مراكب معدية في البحر الأحمر وقناة السويس، ده بالتأكيد بيأثر على الموانئ المصرية. طبعا القناة السويس طبعا اتأثرت بشكل كبير جدا، ما بين 100 ل 111 مركب يوميا قبل الأحداث حتى بتاعت غزة. احنا دلوقتي تقريبا 40 45 49 مركب في أحسن الأيام، فده تأثير سلبي بلا شك على الموانئ المصرية وعلى قناة السويس. ولكن اللي احنا لازم بقى نعمله عشان إن شاء الله بإذن الله نجابه هذه المحنة اللي احنا فيها دلوقتي، أو نتائج الحرب اللي موجودة دلوقتي، لازم نسرع، وأنا بقول لازم نسرع في تنفيذ الخطة اللي أثبتت الأيام إن هي كانت خطة يعني طموحة ومبنية على واقع ومبنية على أسس ومبنية على احتمالية حدوث أحداث زي اللي موجودة. وأنا هنا حقيقي مش لا نفاق ولا رياء، أنا بشكر المعالي أو فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي صمم إن إحنا في يوم من الأيام نعمل 100 كيلو أرصفة في الموانئ بتاعتنا. في لا وقت تقريبا كنا بنعمل الرصيف الكيلو بمليار جنيه، النهارده لو عملناها نعمله ما بين 3.5 ل 4 مليار جنيه. إحنا نفدنا باللي إحنا عملناه 100 كيلو أرصفة، هي اللي خلتنا النهارده نقدر الموانئ اللي إحنا طورناها، السكة الحديد اللي إحنا طورناها، القطر السريع اللي احنا بنعمله وان شاء الله يشتغل في نهايه هذا العام، الطرق اللي احنا طورناها وكبارينا عشان نعمل طرق حره سريعه، المناطق اللوجستيه والموانئ الجافه اللي عملناها عشان نعمل ما يسمى بالممرات اللوجستيه، اللي احنا دلوقتي بنقول يا ريتنا كنا عملناها من عشرات السنين، ان يبقى عندي ممر لوجستي يربط ما بين مينا سفاجة على البحر الاحمر والسخنه ومينا اسكندريه ودمياط بقطر سريع او قطر ديزل او طريق حر، نقدر نستقبل كل البضائع، وده بيحصل دلوقتي. نقدر نستقبل كل البضائع اللي رايحه الخليج العربي عن طريق الموانئ بتاعتنا على البحر المتوسط، وده بيحصل دلوقتي دمياط واسكندريه بالتحديد، الى موانينا على البحر الاحمر سفاجة والسخنه، عبرت كل الطرق الحره اللي اتعملت في مصر والديزل وكل وسائل النقل بتاعتنا. كل البضائع اللي جايه من اوروبا او اللي منقوله من مصر، يعني اوروبا ترانزيت او من مصر راح كل دول الخليج العربي، دلوقتي بتعدي من مصر ترانزيت سواء الى مينا سفاجة او السخنه او الى مينا نويبع وقريبا الى مينا طابا ان شاء الله، عشان تعبر البحر الاحمر على مراكبنا، على المراكب بتاعتنا اللي احنا عملناها وقوينا الاسطول بتاعنا
وخاصه سفن الرورو باكس اللي بتنقل الشاحنات يوميا تقريبا ما بين 2000 ل 2500 شاحنه بيتنقلوا بالعبارات من ميناء سفاجه وميناء السخنه وميناء نويبع الى الشاطئ الشرقي او يعني الشاطئ الغرب بقى للدول دي، اللي هو الشاطئ الشرقي البحر الاحمر، عبر مواني ضبا ونيوم والعقبه. كل ده كان بيثبت او اثبت ان الحكومه المصريه او الدوله المصريه كان عندها حق وكان عندها بعد نظر في ان هي تطور كل موانيها ونصرف الفلوس على المواني وعلى السكك الحديديه وعلى الطرق، علشان نقدر نبقى في يوم من الايام احنا دلوقتي المنطقه اللوجستيه رقم 1 في ان لم يكن في العالم، في على الاقل في منطقه الشرق الاوسط. بنستقبل كل البضائع اللي منقوله ترانزيت الى دول الخليج. يا سيادة فريق كامل، طمنا بس مفيش زيادة اسعار للتذاكر او وسائل النقل الفترة اللي جاية؟ انت شفت في زياده في اسعار التذاكر؟ انا بسأل حضرتك بس. انا بقول لحضرتك بطمن، انت شفت طمني يا فندم البترول اترفع خلال ال3 سنوات اللي فاتوا 5 مرات. يعني طبعا ده مش عيب في اخويا وصديق كريم، لا ده هو لازم يعمل كده. هو بيعمل ايه؟ بيستورد متماشي مع الاسعار العالميه بالتاكيد. هو بالظبط كده مفهوم. ولكن هل تذاكر او اسعار النقل في المترو والقطارات اتغيرت بقى لها 3 سنين؟ لم تتغير. طب بنعمل ايه؟ والله بنجيب شويه استثمار هنا، شويه اعلانات هنا، شويه مش عارف ايه، وبحمل على اخويا وصديقي احمد كوجك في شويه دعم او بيسموها مساهمات. صحيح ممكن ما بديهاليش كلها، ولكن يعني ربنا يكرمه والعمليه ماشيه. فكها علينا مع الوزير. انما حتى الان فكها علينا. حتى الان ما فيش زياده في التذاكر، حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. ربنا يطمنك يا مع الوزير. متشكرين. كل سنه وحضرتك طيب.